زين، شلون معنوياتك وانت باكر مقبل على معركه جديده؟ شلون راح تأدي بها ان شاء الله بعد الزياره؟ ان شاء الله اني جيت هنا بصراحه صليت هنا ودعيت الامامين، وان شاء الله باكر اقاتلهم شلون كان قبل هم يقاتلون، اقاتلهم هذول ال 11، وان شاء الله الله ينصرنا واهل البيت ينصرنا. زين، شنو قصه الوشاح اللي ترتدي؟ هاي شيء يعني افتخر به يعني، وبالكاظمي انطاني مال الامام جعفر قبل كم يوم رحنا بالامام زرد، انطاني وحده مالته مال سنه مالته، انطاني هسه معلقه بيتي، اي واحد مراتي ياخذها ياخذ منه. ان شاء الله. طيب سيدنا، ننتقل لك بالحديث وانت جاي تشوف هذا الالهام والعشق للامام العسكريين، وصل يعني اللواء اليوم وصل خرج من معركه، اصر انه يؤدي الزياره ويؤدي الصلاه مرقد الامامين العسكريين قبل ان يتوجه الى معركته القادمه، انت شلون شفت هذا التواجد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا في الواقع يعني حقيقه هذه الفرقه الذهبيه انا اسميها الفرقه الالهيه. هذه الفرقه التي الان استطاعت ان ترجع الامل في نفوس. الان نشوف الاخوه هنا، احنا كنا قبل مجيء سياده الفريق كانت الوجوه فيها نوع من الحزن، ولكن عندما يشوفون سياده الفريق ويشوفون عمله ويشوفون واقعا تضحيات هذا الرجل، يرجع الامل في وجوه هذا الاخوه اللي احنا عايشناهم هذه الايام.